في هذا العام قرر عبد الله أن يذهب إلى مكة ليعتمر بصحبة زوجه. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام، فللحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه، ومن مر بالمواقيت ولم يحرم فعليه الرجوع والإحرام منها، فإن لم يرجع فعليه فدية، وهي ذبح شاة وتوزيعها على مساكين الحرم. وعند الوصول للميقات يسن للمعتمر إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم المعتمر بلبس ثياب الإحرام، وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. بعد أن هيأ عبد الله نفسه للإحرام بدأ يتلو وزوجه النية قائلين: لبيك اللهم عمرة، وشرعا في التلبية مع باقي المعتمرين على الطائرة. ثم بدأ عبد الله في تذكر محظورات الإحرام، فلا يجوز إزالة شيء من شعر البدن أو الأظافر، أو تطيب البدن أو لباس الإحرام، أو تغطية الرأس، أو لبس أي مخيط مفصل على قدر العضو، أو الجماع أو المباشرة بشهوة، عقد النكاح والخطبة، أو التعرض للصيد البري بالقتل أو بالتنفير. وصلت الرحلة وتوجها لبيت الله الحرام، حتى إذا ما شرعا في الطواف توقفا عن التلبية وتوجها نحو ركن الحجر الأسود، فجعل عبد الله رداءه الأيمن تحت إبطه ليكشف عن كتفه الأيمن كما تقتضي سنة الاطباع. وعندما وصلا للحجر الأسود اكتفيا بالإشارة نحوه نظرا للزحام وعدم جواز المدافعة والمزاحمة تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بدأ الطواف من الحجر الأسود، والطواف 7 أشواط تنتهي أيضا عند الحجر الأسود. وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. كان عبد الله على علم بأنه كلما حاذ الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه. ويسن القول وقتها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل للحجر الأسود. وخلال طواف عبد الله حرص على ألا يدافع أو يزاحم، كما حرص ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة، والدخول فيه يجعل ذلك الشوط ناقصا غير مجزئ. وفي نهاية الشوط السابع غطى عبد الله كتفه الأيمن، ثم ذهبا خلف مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف. اتجه عبد الله مع زوجه بعد الصلاة إلى المسعى، وفي طريقهما شربا من ماء زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعدا إلى الصفا من باب الصفا وتليا حين الصعود قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وقفا يدعوان الله مستقبلين الكعبة. ثم بدأا في النزول من الصفا والاتجاه نحو المروة مشيا مستذكرين وداعيين الله بما تيسر لهما، حتى إذا ما بلغ المروة كررا ما قيل عند الصفا دون قراءة الآية، ليكونا قد أتما شوطا من أصل 7 أشواط. ثم عادا مرة أخرى للصفا بالكيفية نفسها، وظل هكذا حتى الشوط السابع، فصعدا على المروة
دون قول أي شيء، وبهذا أتما سعيهما. بعد السعي قام عبد الله بحلق شعر رأسه، أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الإصبع من جميع نواحي شعرها. وبهذا قد أتم عبد الله وزوجه مناسك العمرة، راجيين أن يتقبل الله منهما ويجزيهما بها خير الجزاء.